دكتور حمد، هذه القلعة لها حكاية طويلة ما لها نهاية. لما كانوا يعرفون قبل أن ينتقلوا منها أنه الذي يحكم عليه في المحكمة في ارتكابه الذنب يؤتى به إلى هذا المكان في مكان للسجن، وهذه دريشته السجن هذاك. أيضا كان في فترة من الفترات شكل مكان للأرشيف البيمبا، كل الأوراق موجودة هناك. وأذكر لما كان جاء الأستاذ أحمد الفلاحي وأبو اليقظان عبد الله بن أحمد الحارثي ومجموعة معهم، جئنا للمكان وفتح لنا تلك الغرفة التي فيها تلك المخلدات. والجميل في الأمر إن استقبلنا حبر ما كتب على الورق مع رذاذ المطر لكأنما يعطرنا من الداخل، إنني هنا إن لم تقرؤوني فإنني أيضا أشارك لحظتكم هنا. فتبادل عليه الكثير. القلعة نفسها أسسها الألمان، أسسوها الألمان كمبنى، فأكملوا بنيانها المزاريع لما كان بينهم وسعيد بن سلطان الخلاف. وبعد ذلك عادت على كل حال إلى حضن المؤسسة. الأوراق التي كانت هنا نقلت، اللي هو اللي فرع الأرشيف، نقلت لأنه المكان غير صحي نظرا للسقف، السقف التي حتى هو هذا المبنى ما تعبان بعد، لكن يعني أستر لها عما كان عليها الحال هنا. تسمع. أيضا كان في فترة هذا اتخذ كهيئة كحال من المتحف، يعرض عليك مراحل التي مرت عليها البلاد. صوروا ما وجودنا مع القلعة، ما تأتيك بس على فيعني الجهد الذي بذل الدكتور محمد هنا بذل جهد كبير جدا، حتى الآن أصبح هذا المبنى معطل، وتعطيله ليس من الحكمة، لأنه قيمته التراثية تعتبر قيمة مضافة وأهمية. إمي فونغوليوا نا وزيري وإليمو نا مافونزو يا أعمال. يعني هذا المبنى ماكومبوشو، يعني الذاكرة أو شيء للتذكير، يعني ماكومبوشو. إمي فونغوليوا يعني مفتوح يوم افتتاح هذا وزير العلم والأعمال وإلى آخره. نعم، 22/2005 وقفنا أمام هذه القلعة في الجزيرة الخضراء، ووفق ما ذكره الشيخ ناصر رواحي بأن هذه القلعة بنيت أيام الألمان، ولكن أيضا أضاف عليها، استولى عليها المزارعة وأضافوا عليها الإضافات أثناء فترة السلطان سعيد بن سلطان. والحقيقة أيضا هي استخدمت كسجن بعد قضاء المحاكم فيما يتعلق بالدعاوي القضائية من يحكم عليه بالسجن، وهي ما زالت صامدة وقائمة، وإن كانت هناك أيضا في الداخل قد هدمت أو تهدمت هذه القلعة، ولكن ما زالت ماثلة، وهي أيضا تشكل جانب مهم من جوانب التاريخ العماني أو العمانيين بصفة عامة. وهذا من الأماكن المهمة التي نحن اليوم يعني نزور فيها الجزيرة الخضراء، ومن خلالها نقف على العديد من المعالم والأثر العماني والوجود العماني والحكم العماني في منطقة شرق أفريقيا.